بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بصراحة ما موجدت شنو غادي نقول، ولكن الكل عارف يعني ما الذي وقع هذه الليلة، والحمد لله على كل حال. البداية كنتوجه بالشكر للجامعة الملكية لكرة القدم والمدرب وليد الركراكي وللاعبين والستاف كامل وأي واحد كان أو دار مجهود باش يكون هاد كأس إفريقيا في المغرب بهاد الروعة وهاد الجمالية الرائعة. أراد من أراد وكره من كره، فالحمد لله أولا وأخيرا. ما كتابش عاوتاني نشوفوا هاد الكأس، خصوصا حنا جيل التسعينات. يعني آخر فرحة كانت عندنا سنة 2004 وخسرنا النهائي، وأيضا هذه الليلة. ولكن في الحقيقة ما حصل هذه الليلة جعلني أتذكر القول اللي تنسب المعلق فارس عوض ديال الضفدع الذي تريد أن تنقذه من المستنقع ولكنه يحب المستنقع. وهذا ما وقع، خصوصا من الجماهير السنغالية في الملعب، ولا من المدرب الكركوزة. صراحة ذاك المدرب خبيث، خبث أسود، يوجد السحر الأسود والخبث الأسود. وصراحة هنا أعيب على المنتخب الوطني المغربي. صراحة لن أتحدث لا في التكتيك، ولا شكون اللي سوق لشي تكتيك وشكون اللي سوق لشي بوزيسيون وشكون اللي تسوق لشي هجمات وشكون حنا كنا باغيين الكاس. كرة مركبات بيديهم ما عندناش مشكل، لكن مازال خصنا نقراو شي شوية على الخبث. المغاربة مازال يقراو الخبث، يعني اللي أو الذي كان سببا في الهزيمة هذه الليلة هو النية ديالنا. حنا عندنا واحد النية، هي النية تغلب طبعا، حنا مغاربة كنأمنوا بها، لكن النية مع الأفارقة، أفراقيا السوداء، ما كتربحش، ما عمرها غتربحك. لأنهم الآن السنغال اليوم ربحوا بالخبث، إما تعطيونا الكاس وإما ما نلعبوش. والنية ديال المغاربة الركراكي ولا اللاعبين مشاو كيرغبوهم باش يرجعوا يلعبوا. السؤال هنا علاش غنتبعوا؟ وتتذكرون ما وقع للوداد البيضاوي فاش انسحب، صافي الحكم صفر. فاش يخرج الخصم الحكم يصفر، ما شغلناش حنا، لا ساينو حتى يجي ورغبوهم وزوقوا فيهم باش يدخلوا يلعبوا. كي بغيتو اللاعب يتيري بيلانتي، نتحدى اي واحد كان غيتيري بيلانتي في ذاك اللحظه كيفاش غيتيري هاد بيلانتي. شكون ما بغى يكون، سواء ابراهيم دياز ولا اي لاعب، راه ماشي سهله الخوت، ماشي سهله في داك الضغط وداك اش نسميوه، واحد الضغط نفسي رهيب تمارس عليك وانت غادي تشد بيلانتي غادي تمشي تماركيه. صعيبه بزاف، قاصحه. وداك الشيء اللي بغاو هما، ما كانوا باغيين داك بيلانتي ما يتمركش. اقسم بالله العلي العظيم الا كنت عارف انه الا ما تمركش بيلانتي والله ما نحلموا بالكاس. حيت كره راه ماشي غير تكتيك حتى الدماغ راه كيلعب، العقل كيلعب. هذاك المدرب خبيث وذكي، ولكن الخبث ديالو تجاوز الذكاء، لانه هذه ممارسات لا تعتبر رياضيه. نقدروا نسميوها رياضيه ولكنها ليست اخلاقيه. لكن حنا السر الكراكي ديالنا مسكين نيه، واللاعبين حتى هما نيه. لهذا الكاس خرجت من المغرب للاسف الشديد. ما كنظنش اننا غادي ما نقولوش ما نحلموش بها مره اخرى، ولكن كنا اقرب. ملي كانت في المغرب كنا اقرب صراحه، كنا باغيين نفرحوا هاد الجيل هذا ونفرحوا كاملين بالمستوى ديال واحد المنتخب. نقطة رجوع إلى السطر، ما عرفتش صراحة، ما نزيد نقول حاجة أخرى. مني بدات كأس إفريقيا وكاع الحساد والحاقدين على المملكة المغربية، يعني يمينا وشمالا، ما بغاوش هذه المسابقة تنجح. شتي ما فعله السنغال اليوم فعلته منتخبات قبلها، فعلتها مصر، فعلتها الجزائر. لا ما دزناش حنا الفينال، مؤامرة، ما كاين شي وحدين ما خلاوناش ندوزو. الاخرين هذوك اللي على بالكم حتى هما، لا ما دزناش نيجيريا، لا كانت تما البيع والشراء، ما خلاوناش ندوزو، ما كانوش ما باغيناش ندوزو. وفين هما هذوك اللي كانوا كيقولوا القجع؟ نتمنى تنعسوا دابا مزيان. هذا القجع هذا لو كان باغي هاد كأس افريقيا كانت تخرج هاد الليله من المغرب. هذا هو السؤال. لو كان هاد الكاف باغي هاد الكاس هادي ما تخرجش من المغرب كانت تخرج هاد الليله. لكن انتم شفتوا على عينيكم ان القجع ما ينفعش راسو، هو مسكين براسو داك اللحظات، يعني كان قرب يبكي فيها او بكى فيها.
يعني اللي كانت مؤثرة. بالتالي ذنوبكم على رقبتكم بهذا المعنى هذا. فضحتونا بالكولاسة، فضحتونا بالمغرب دار وشرا وباع. واش كاين شي بلاد غادي تشري المصير ديالها، المصير السيء ديالها؟ يعني دابا حنا كنا نحاربوا راسنا باش نعطيوها للسنغال. أين هو المنطق في هذا؟ ولكن على العموم الحمد لله ربحنا جمهور مغربي رفيع، والدليل خسرنا، خرج مشى بحالو، ما كاين حتى مشكل. ما شفناش شي حاجة خايبة على عكس المنتخب السنغالي وعلى عكس المنتخبات اللي خرجت من قبل. راكم شفتوا كل شيء على عينيكم. ربحنا العالم. كنهضرش على افريقيا عينا نمدوا لها يدينا. حنا المغرب عينا ما نرفعوا بها، ما بغاتش هاد افريقيا تزيد للقدام. عينا كنجروه ما كيجرونا اللور. لهذا صراحة نداء الجامعة الملكية لكرة القدم مرة أخرى، ما نبقاوش نعتقوهم، ما لقاوش فين ينظموا يمشيو يعاودوا على راسهم. وانتم غتشوفوا التنظيم اللي غادي يجي من بعد. الحمد لله المغرب رفع السقف عاليا، ونتحدى الدول اللي غادي تجي من بعد دير هذا الشيء اللي دار المغرب، لا على مستوى الضيافة ولا على مستوى البنية التحتية ولا على مستوى الفنادق، الملاعب، أي حاجة. إذا هذا الشيء هذا اللي وصل له المغرب، ومع ذلك الحسد والحقد ما بغاوش هذا المغرب يزيد لقدام. وقبل ما تبدا المسابقة وما تابعينا، قبل ما تبدا المسابقة وما المغرب المروك لقجع المغرب المروك لقجع المروك وبزاف. أقسم بالله على هذا الكاس عرفتنا الصديق من العدو. وانا بالي كل شيء اعداء. شتي من الاخر كل شيء اعداء. من اليوم فصاعدا المغربي خوه المغربي، داك الاخوه وكذا والعروبه والاسلام وخوتك وكذا. والله ما خدامه مع افريقيا بصفه نهائيه، ما خداماش مع افريقيا. المغرب ان شاء الله غيطمح العلاقات ديالو العالميه، لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا فاش غينفعونا. فاش غينفعونا هاد الدول هادو؟ اقسم بالله ما نافعيننا في شي حاجه. اي حنا امتداد جغرافي وامتداد عرقي لهاد لا حول ولا قوه الا بالله افريقيا السوداء. لكن هما ما كيحسبوناش حنا من افريقيا. اقسم بالله ما كيحسبونا. هما يمارسون علينا عنصريه مضاده. الا كانت العنصريه كتمارس عليهم بحكم بشرتهم السود، والله الا هما كيمارسوا علينا عنصريه مضاده. سكان شمال افريقيا بصفه عامه والمغرب بصفه خاصه. المغرب غادي للقدام، ولكن قالوا له اجي انت فين غادي السي محمد؟ انت معانا وغتبقى معانا وغتغرق معانا. بحال هذاك المنقذ اللي كيمشي ينقذ شي واحد وكيصدق مسكين حتى هو جابدو معاه، كيصدق حتى هو ميت واخا كيعرف يعوم. هذا الشيء اللي واقع لنا حنا. لهذا نتمنى ان شاء الله تكون عبره لنا. ما ربحناش الكاس، ما نكذبش ونقول عادي، لا ماشي عادي صراحه، كان خصنا نربحوا الكاس، ولكن الحمد لله على كل حال. وقعت اخطاء في هذا النهائي، ما نلوموا لا دياز، ما نلوموا لا اللاعبين اللي داروا الاخطاء، ما نلوموا. نشكروا بالعكس، خصنا نشكروا بونو، نشكروه لانه قدم اهداف اخرى. نعترفوا وخصنا نعترفوا اننا اليوم ما لعبناش كره مزيان. المنتخب السنغالي تفوق علينا بالخبث، تفوق علينا بالذكاء، تفوق علينا بدنيا، تفوق علينا في التكتيك، تفوق باش نكونوا واضحين. حنا الحمد لله معروفين بالصراحه، وكنقولوا الصراحه. الا كانت شي حاجه ديالنا كانت علينا غنقولوها حتى هي. هذا ميساج ان شاء الله باش نزيدوا نخدموا ونبينوا للعالم بان المستوى ديال كرة القدم في المغرب جد متطور، وما واقفينش على افريقيا. وان شاء الله الخير القدام. ورسالتي للجميع اننا ما نتهوروش وننتقدوا اللاعبين شي انتقاد اللي يكون حاد. الانتقاد يجب ان يكون في يعني في حدود الانتقاد الكروي، لان تا هما الشباب ديالنا عندهم وعائلاتهم، عندهم وليداتهم، عندهم مستقبلهم مازال تابعهم. غادي نطويو هاد الصفحه ديال كاس افريقيا، وغادي نطفيوها وغادي نطويوها كانت امل، ولكن اليوم سنطفئها ونطويها بخيبات الامل. والحمد لله على كل حال. اولا واخيرا الحمد لله، الحمد لله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.